توقفت عن افراز الانسولين. إمم، تمام. فطبعا في كشوفات احنا إمم، او يعني تحاليل بسيطه يلجا ليها الانسان العادي، ان هو بيحلل سكر سواء قبل او بعد، إمم، وبيكتشف لو هو مثلا من 70 ل 120 ده سليم، لو عدى إمم، مثلا الفطره مثلا وليكن يعني عدى مثلا ال 160، بنقول له مرحب، انت إمم، دخلت نادي المصابين بمرض السكر. إمم، طبعا لو هو مثلا في حاجه ادق واحسن ويوصى بيها، اللي هي الهيموجلوبين السكري، اللي احنا بنوصف فيها بنشوف مستوى الجلوكوز في خلايا الدم الحمراء خلال 3 اشهر، لانها إمم، بتتغذى عليها طبعا. أكيد. فاذا عرفنا ان هو طبعا في مدرستين، المدرسه الامريكيه والمدرسه الاوروبيه. إمم، المدرسه الامريكيه بتقول لو عديت الخمسة ونص في في السكيل، في السكيل لحد 12، آه، لو عديت الخمسة ونص انت كده عندك إمم، السكر. طيب لو انت عديت الستة مثلا في المدرسه الاوروبيه، يقول لك انت عندك السكر. إمم، يعني اذا في مرحله بنسميها احنا البري دايبيتك، إمم، او اللي هي ما قبل ما قبل الاصابه. الإصابة. إمم، يبقى لازم هنا الانسان بيتابع كل 6 شهور، إمم، وخصوصا مش هتكلفه حاجه، إمم، يعني التست ده بسيط جدا ممكن يعمله. فاذا اكتشف انه عنده السكر، عليه ان هو يبادر باتباع ارشاد الطبيب والمعالجه ليه، لان انت بتاخر إمم، التاثيرات المدمره. زي ايه التاثيرات المدمره؟ إمم، خطيره جدا، زي العمى الكلي في الشبكيه، إمم، زي مثلا تصلب الشرايين والجلطات في المخ إمم، وفي القلب او هبوط القلب، إمم، زي برضو الفشل الكلوي والزلال اللي بيورم القدمين، آه، احساسه طبعا بالام رهيبه في القدمين، قد تصل في بعض الاحيان إمم، الى انه هو ممكن ما يعرفش ينام من كتر الحرقان ومن كتر الالام الشديده في القدم. في بعض الاحيان بتوصل لمرحله انه ممكن بعد كده يفقد الاحساس بالاعصاب الطرفيه، إمم، فممكن يشوف مسمار وهو بيدايس عليه إمم، ودخل في رجله مش حاسس بيه، ياه! من كتر ما إمم، طبعا دمرت الاعصاب الطرفيه. آه، وده بيوصل بعد كده الى القرح السكريه اللي بتصيب القدم، إمم، وتصل في بعض الاحيان الى بتر إمم، الاطراف. إمم، لكن طبعا مع تنظيم السكر والتحكم في مستوى الجلوكوز في الدم عن طريق الانسولين والادويه، إمم، بنعتبر ان احنا طبعا استغفر الله نقول كده، ان احنا بنزود 20 سنه إمم. للمريض على عمره. آه أكيد، لأن اه، ممكن يعني إصابة سُكّر المضاعفات دي وعدم رهيبه جدا يعني. مضاعفات ممكن تؤدي للوفاة يعني لا قدّر الله يعني، بالظبط يا في فندم. حالات بتبقى كده. طَب أنا هاستأذن حضرتك يا دكتور لسه مكملين حوارنا، هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حوارنا، استنوا. ماشي يا فندم.